السلام عليكم. إذا في إطار مواصلة حصص الدعم عبر تصحيح الوطنيات السابقة، اليوم نصحح الامتحان الوطني لسنة 2019 الدورة العادية. We move on to language. التمرين الأول دائما كما تعلمون هو ملء فراغ في غالب الأحيان. In our company we business with many African countries. إذا في شركتنا نقوم بالأعمال أو التجارة مع العديد من البلدان الإفريقية. في هذه الحالة عندنا business واش كتمشي معها make, do or take. هاد الكولوكيشن قريتو في احد الدروس ديال الكولوكيشنز في البروغرام ديال الباك. في هاد الحاله مع بيزنس ما كنديروش ميك وما كنديروش تيك، وي يوز دو، وي دو بيزنس. اذا الطريقه الطبيعيه للقيام بالتجاره والاعمال مع شخص اخر هي do business with someone. Leslie couldn't decide, she needs more about the job. اذا ما قدرش تقرر لانها تحتاج ماذا؟ واش to let him تخلي شي واحد يدخل، put on تجرب شي حاجه ولا تلبس شي حاجه، find out أن تعرف. to find out هو to discover more information about something. so في هذه الحالة ما قدرتش تقرر واش تاخذ الخدمة ولا لا. so she needs to find out أنها تعرف أكثر على هذاك الخدمة اللي غادي دير. give the correct form of the words in brackets. في هذه الحالة هذا دونك عندنا اشتقاق ديال الكلمات أو تكوين الكلمات. So Facebook made a short video to celebration my friendship with Jack. إذا فيسبوك قام بصنع فيديو قصير للاحتفال بصداقتي مع جاك. في هذه الحالة عندنا celebration اللي هو noun، بغينا نخرجوا منها الverb حيت كتكون عندك تو هنايا، إذا اللي غدير موراها هو verb. في هذه الحالة celebrate. What to celebrate? So number 2, corporal is forbidden in our school. corporal كتعني الجسدي، corporal. punish يعاقب، ولكن هنايا خصنا العقاب الجسدي. إذا في هذه الحالة punish غنخرجوا منها noun بهذه الطريقة punishment. So corporal punishment is forbidden in our schools. Rewrite the sentences beginning with the words given. إذا أعيد كتابة الجمل بالكلمات التي أعطيت لك سلفا. Where can I find a gas station? The woman asked me. أين يمكن أن أجد محطة للوقود؟ سألت المرأة. So the woman wanted to know. إذا هنا كنشوف أنه عندي سؤال. بيان سور كنطبق دابا القاعدة ديال السؤال. كنشوف واش عندي yes or no ولا WH. في هذه الحالة عندي where، إذا WH. القاعدة في WH كتقول أنك كيف ما كان داك WH كتحتفظ بها. So the woman wanted to know where. عندي دابا السؤال خصني نرجعو affirmative. إذا غنبدا بالسبجكت في هذه الحالة I غتولي she حيت حنا كنتكلمو على woman. So where she can reported speech كتولي could. where she could و find غتبقى كيف هي find a gas station بكل بساطة. 2. They will equip highways with sophisticated cameras. سوف يجهزون الطرق السيارة بكاميرات متطورة sophisticated. So highways إذا خدينا الكلمة من هنا وجبناها للأمام، إذا هذا passive voice. غتاخد هاد structure will equip. So this is will plus verb. أنت غديرها على to be. كيفاش غتولي to be في هذه الحالة؟ highways will be. صافي. وهذاك الفيرب اللي عندك الفوق اللي هو equip المين فيرب غديرو في الباست بارتيسيبل. في هذه الحاله equip regular verb غتزيدو غير ed، وفي بعض الأحيان كيكون تغيير طفيف في spelling. في هذه الحاله غنديرو double p. so will be equipped with sophisticated cameras. متفقين؟ إذا passive voice من أسهل الدروس، ما عندكمش فيه مشكل. The firemen couldn't put out the fire because they didn't bring enough equipment. يعني رجال الإطفاء ما قدروش يطفئوا العافية لأنهم ما جابوش معهم ما يكفي من المعدات. If the firemen had brought enough equipment كون جابوا معهم ديجا، دونك انت غتبقى عندك غير المين كلوز في الحالة اللي هي they. شوفوا شنو عندنا هنا couldn't put out the fire ما قدروش يطفئوا العافية. هنا غدير انت العكس ديالها، كانوا غيقدروا يطفئوا العافية. so they would أو لا could تقدروا ديروهم لي دو ماشي مشكل. they would or could have put ما كتبدلش لأنها كتبقى في نفس الشكل. put to put past participle. they could have put out the fire. so this is conditional type 3. في بعض الأحيان كيعطيك واحد لا بارتي سواء المين كلوز ولا الاف كلوز، يعني وحده من هذوك لي دو بارتي ديال conditional وانت كتكمل الباقي. they would or could have put out the fire. put the verbs in brackets in the correct form. إذا هنايا الأزمنة. by the end of this year لاحظوا معايا كنركزوا على هذه الكلمة اللي عندها علاقة بالوقت. by the end of this year
إذا هذه واحد ال future point or point in the future time. My daughter obtained her master's degree in nuclear physics. إذا ابنتي سوف تحصل على شهادة الماستر في الفيزياء النووية. So info كنشوف by the end of this year عندي action وحدة في هذه الفراز. So my daughter in the future perfect will have obtained. So past participle ديال obtained لأنه regular verb كنزيدو ed. We visited Erfoud but we not be to مرزوقة yet. لاحظوا معايا عندي yet. مشينا لإرفود ولكن مازال ما مشيناش لمرزوقة. إذا هذه experience or something that has not yet happened. So but we كنديرو present perfect but we haven't been. لاحظوا معايا be هنايا past participle been. We haven't been to مرزوقة yet. مازال ما مشينا وغادي نمشيو في المستقبل. إذا لحد الساعة مازال ما درناش هذاك لاكسيون. إذا غادي ندوزو ل E. Fill in the gaps or the blanks with appropriate words from the lists. My sister's handwriting is beautiful. Mine is terrible. إذا الكتابة ديال اليد ديال الأخت ديالي مزيانة لكن الكتابة ديالي أنا سيئة. So واش despite بالرغم من ذلك since بسبب whereas بينما. إذا في هذه الحالة حيت كنقارنو جوج حوايج بازي سور واحد التشابه ولا تضاد غادي نديرو في هذه الحالة whereas. Alright, so here whereas. ممكنش دير despite وممكنش دير since. I can't remember the person sent me this video. إذا عندي هنا person شخص عاقل وعندي sent verb. إذا who ميمكنش دير which لأن مع الجماد وميمكنش دير whose لأن ما عندناش علاقة ملكية. فالشخص موراه verb خاصو يكون who مباشرة. ندوزو functions. You must be Andrew's brother. You look like him. انت يعني جو سوي سيغ انك الاخ ديالو لانك كتبان بحالو. اذا هذه اول حاجه. واش ادفايس نصيحه؟ لا. واش ريغريت؟ لا. واش responding to bad news واحد عطاك شي خبر سيء وكتجاوبو؟ لا. اذا هذه سي. expressing certainty انت متاكد من واحد الحاجه. علاش؟ لان عندك واحد الدليل انت كتبان بحالو اذا انت خوه. why don't you consult a lawyer about this problem؟ علاش ما تهضرش مع شي محامي تستشرو على هذا المشكل؟ اذا هذا واش نصيحه؟ ممكن. واش ندم؟ لا. واش يعني التأكيد أو لا يعني you are certain أنك متأكد من شي حاجة؟ لا. واش no. إذا هذه في الحالة why don't you هذه advice تعطات عن طريق ماذا؟ الاقتراح. so why don't you is advice A. لو أنه عندنا suggestion هنا غنمشيو مع suggestion لأن why don't you هذا التعبير خاص بالاقتراح ولكن يمكن أن يستعمل للنصيحة. اقتراح أو نصيحة راه مقاربين. I'm sorry to hear that you lost your uncle. أنا يعني التعازي الحارة على الموت ديال العم ديالك في الحالة responding to bad news. فأنت كتدير رد على خبر يعني حزين أو سيء. If only we had taken the high speed train. كون غير مشينا في التي جي في مثلا. فهنايا expressing regret B. علاش؟ لأنك أنت ما مشيتيش في هذا كتقول if we only or if only we had taken. So this is regret about the past. So that's B. ندوزو completing the following exchanges. فبعض الأحيان كيتعطاكم بهذه الطريقة. إذا I have a terrible toothache. إذا أنا عندي ألم ديال الأسنان. هذه شنو غتدير هنا في هذه الحالة؟ غتعطيني نصيحة. I advise you to visit the dentist. بكل بساطة تقدر دير why don't you visit the dentist. if I were you I would take some medicine. غادي ناخذ الدواء مثلا. اذا يمكن بزاف ديال لي بوسيبيليتي. غير استعمل شي اكسبرسيون اللي كيدل على هذاك الفانكشن اللي غادي تستعمل او الوظيفه التواصليه او اللغويه. Can I use your tablet please؟ في هذه الحاله انت كتفهم انها كدير هي طلب. So she's making a request. Can I use your tablet please؟ فتقدر تقبل ولا ترفض. قبلتي غتقول لها yes of course ولا yes no problem ولا sure ولا you know help yourself please take it. ما قبلتيش غتقول لها no I'm sorry for example. no I am sorry. بغيتي تزيد شي فكره ديال I need it. no I'm sorry I need it. انا محتاجه ولا شي حاجه ممكن ولكن المهم انك سواء تقبل ولا ترفض الطلب. هنا كيدل على انك فهمتي الديالوج او فهمتي الفكره اللي كانت في هذاك التواصل اللي وقع بين هاد جوج اشخاص. انتظروا الفيديوهات القادمه في هذه الايام المتبقيه قبل الامتحان الوطني. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.